رسالة إلى عزيز أخنوش. عزيز، درتي ندوة وقلتي أنا مستعد نتحاور مع الشباب وما تحاورش معنا شريف. أسير بحالك، الله يعاونك. خصك المحاسبة أنت والزبانية ديالك، خص إقالة الحكومة وحل البرلمان. أنا أمي مات لي بالكونسير، أنا أمي كان عندها ولسيسة في البزولة عطيتوها الرونديفو ديال عام، ومين وصل الرونديفو قال لك باش نحيدو الشك نحيدو لك البزولة، حيدتو لها البزولة، داز عام مشى لها المرض للكبدة، بقات تتنفخ من ديناها وكذا، قال لك وديها تموت على خاطرها، بقيت تنشوف امي تتموت حدايا، داز 6 شهور الوالد مرض ديناه لكم قلتوا لنا وديه يموت. انا دابا في الطاليان الام ديال الزوجة الصديق ديالي زرعت الكبد هذه مده 12 سنه او 13 سنه، وقع لها المشكل نفسه، والام ديال الصديق ديالي اللي دايت الزوجه مات تمو بالمرض في المغرب، تكرفصات ما بقاش كيدير يجيبها لهنا باش تداوي، زرعوا لها الكبد اللي تنسميوهم حنا اليهود اللي ما تيامنوش بالله وما عندهمش دين الاسلام بحالكم نتوما، زرعوا لها الكبد وهي مازيد على 13 سنه الله يطول في عمرها. وتتقولوا بان الشباب تخرب دار فعل تخاطبهم، والشباب اللي قتلتوه بالدروغه وبالجوانات وقتلتوه بالعقد النفسيه والفقر والبطاله اش كيدير هذا الشباب؟ تيعيش الخيال بالواقع. بغيتوا شنو طلعوا جيل خاطبكم الجيل الاول قمعتوه، والفصل 22 الدستور قال لك لا يجوز المس بالسلامه الجسديه او المعنويه لاي شخص. الدستور تطبقوه حتى تحتاجوه نتوما، اما الشعب المغربي ما تطبقوش عليه. فين باغيين توصلوا بهذا الظلم وبهذه الحقره هذه؟ هجرنا الوطن ديالنا. انا جاني المرض هنا في ظهري، ضرني ظهري، مشيت عندهم قلت لهم ظهري عطوني 15 يوم ديال الليرين، عرفتي شحال السي عزيز وانا خدام ب 50 اورو الحبيب، 10000 ريال، وانتم مازالين تطبقوا القمع والظلم. انسان خارج يقول لك عاش الملك تتصبوطوه تتبقاو عليه بالعصا، انتم ما تحترموش. اما الشعب نهار اللي احتاجيتوه في الحوز خرج الشعب بنادم تيشد 1500 درهم هز البيدو ديال الزيت والطحين وجاي يعاون خوتو، ونهار الشعب احتاج الدوله عطات لمو على شي يقلب. الناس تيستنجدوا دائما بملك البلاد، هو الحبل الوحيد اللي مازال تيربطهم بداك الوطن. بنادم تيقول لك التصويره ديال ملك البلاد تقول لك عاش الملك عطيونا حقنا، تتبقاو عليه بالزربوطه. اذا تتحداو الشعب وتتحداو سلطه الملك، ومين تشوفوا بنادم تيخرج عليه يهضر على حقه تتبقاو عاش الملك الوطن لا اللي فتنه لا اللي فتنه لا. انتم اكبر مخربين وانتم اكبر خوانه للوطن، اقسم بالله العلي العظيم. اما الملك خصك تطبقوا بالفعل ماشي بالقول. انتم خايفين على المصالح ديالكم وعلى الغنائم ديالكم، ولكن جاي وقت الحساب لا ما كانش هنا كاين عند الله. وتندعي الشباب لا للفتنه، دائما سلميه. وملتو شي واحد بدا يضرب بالحجر داك المندسين قبضوا مو عطيوه قتله العصا. دائما السلميه، دائما السلميه، وتنوصلوا بالسلميه. وهذه الاستحقاقات الاخوان راه خص التصويت. بنادم اللي تيبيع ب 200 درهم وتيخلي خوتو عم عندك تنساو هذا الشيء. والدينا ماتوا ثم تتكرفسوا. الفقر البطاله التهميش. زيدوا شباب اكاديمي ومثقف، زيدوا الناس اللي حامله شواهد، ماشي بنادم بالماستر وبنادم بالدكتوراه وتيبيع الديتاي، وواحد ما عندوش عباد الله حتى التاسعه تيمتكنا في قبه البرلمان وما